الحجاب جنة ونار ولا درجات في الجنة؟ السؤال غلط. يسمح لي أو تسمح لي صاحبة السؤال يعني بتكلم معاكم زي إخواتي فبتكلم براحتي يعني، لأن كأن السؤال وراه معنى، هو لو درجات جنة أنا راضية بأقل درجة بس هخش الجنة بس مش هتحجب، ولو جنة ونار خلاص يعني لو ما اتحجبتش هخش النار هطفي يبقى هتحجب خلاص. كأن في شيء كده قول لي يعني وانا على اساسها هقرر اعمل ايه في فرض ربنا. لا والحقيقه لا، هو السؤال محتاج تعديل. هو الحجاب فرض ولا لا؟ لو فرض يبقى فاعله او فاعله يؤجر وتاركه يأثم. طب والاثم ده ممكن يبقى اثم متراكم وسيئات متراكمه ممكن يكون فيها اصرار على الذنب، وبالتالي ممكن يتقل ميزان السيئات، وممكن يحصل شيء من الانفتاح في اللبس بزيادة فيبقى فيه فتنة في المجتمع. فدي الإجابة، مش مسألة جنة والنار. الذي يملك الجنة ويملك النار هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الإجابة مش عندي. إنما أقدر أجاوب حضرتك هي فريضة. لو أنت محجبة ربنا يتقبل، مش محجبة ادعي إن ربنا يقدرك على فعل هذه الفريضة، لأن الله لم يفرض إلا كل شيء في صالح ونفع العباد، هو نفسه لا يريد شيء لنفسه. والله أعلم.